اول شيء استاذ وليد، نبارك لكم افتتاح الملتقى. ما شاء الله الحضور والشخصيات والشركات اللي مشاركه تاركين بصمه جيده في هذا الملتقى. نتكلم اول شيء عن الملتقى. شلون تشوفه هالسنه؟ شنو اللي خلاه يكون يمكن عدد الشركات اقل من السنه الماضيه؟ الملتقى هذا الدورة الثالثة طبعا وبرعاية الهيئة العليا للحج والعمرة، الجهة القطاعية المسؤولة عن الحج والعمرة في العراق، ودعم من سماحة الشيخ سامي المسعودي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة. هذه السنة تقريبا حضرت عندنا حدود 40 شركة، وانا اشوف عدد جيد جدا. السنة الماضية كان 50 يعني، لكن ظروف المنطقة اللي مرت بها تجاذبات سياسية نوعا ما هي اخرت حضور بعض الشركات اللي المفروض تحضر في هذا الملتقى. لكن احنا قبل لا يبدا الملتقى باربع خمس ايام الشركات كانت تتصل، لكن موضوع التاشيره كان صعب نوفره لهم. بالمناسبه اليوم احنا عندنا بحدود 40 شركه عارضه، وعندنا حضور لتقريبا 30 شركه زائره من خارج العراق. يعني اكو شركات مو دا يعرض العفو، يعرض منتوجه، ممكن يجي زائر لكن يبرم عقود، وكشركه مندوب من شركته جاي للعراق، بالتالي العدد يكون اكبر. لهذا السبب تشوف يعني الحجم، القاعه مليانه من الشركات الوافده الى العراق. مرات شركات تشارك في ستاند تنظم برامج، مرات شركات تجي انفراديه يعني يجي لشخصه ما ياجر ستاند، هذا كذلك يعمل عمل ويعمل عقود يعني يضرب اتفاقات. فلهذا السبب تشوف اكو تفاوت بين اعداد الحضور. نعم. اليوم الملتقى هذا عشان يتطور، عشان يكبر، عشان يكون احد اهم المؤتمرات او الملتقيات في العراق، شنو اللي تحس انه محتاج؟ حقيقه طبعا احنا عاده احنا بالعراق شركه المسا للسفر والسياحه ننظم معرضين سنويين بالعراق. ملتقى السياحه العراقي اللي خاص بشركات السفر والسياحه من كل دول العالم، كل مجالات السياحه. وملتقى العمره العراقي اللي هو خاص في مجال العمره، خاص بشركات المملكه العربيه السعوديه، كونها هي المحطه الاساسيه لتفويج المعتمرين العراقيين. هذا الملتقى له خصوصيه والاخر له خصوصيه اخرى. بالتالي ملتقى العمره طبعا احنا كل سنه نعده قبل 4 أشهر حقيقه، وانا اشوفه وقته غير كافي. لما تصير دعوات للشركات المشاركه تدعوهم الى الحضور تاخذ وقت طويل بصراحه. الشركات اللي تريد تحضر، ناهيك عن الشركات اللي دائما موجوده، لا هذا مرتب اموره وعنده عقود وعنده وكلاء داخل العراق، فهو ما يتردد. نطمح للشركات الجديده، الفنادق الجديده. تعرف احنا اليوم بالعراق نمتلك عدد كبير من شركات الحج والعمره، بالتالي تحتاج الى مثيلاتها من الشركات السعوديه حتى تغطي اعداد الشركات، وبالتالي راح يكون وضع اكثر لتفويج المعتمرين الى المملكه العربيه السعوديه. تحتاج عقود ابرام مع جميع الشركات، كشركات عراقيه او سعوديه، كفنادق، كشركات اعاشه، كشركات طيران. كل هاي المنظومه هي نتيجتها انه تخرج باعداد كبيره وهائله، طبعا مع التنظيم عالي المستوى، مع الخدمه الجيده، مع التنافس بالاسعار. نحتاج ايضا يعني دعم الحكومه اكثر في هذا المنطقه. دائما الحكومه لما تكون راعيه قوه يكون ناجح اكثر، يصير اطمئنان عند الشركات. طبعا الهيئه العليا للحج والعمره هي جهه راعيه وجهودهم ويانا مشكورين. واليوم يمكن شفنا احنا يعني كان في فعلا دعم حكومي في هذا الموضوع، ودعم في موضوع سياحه الاعمال والمؤتمرات والمعارض. يعني اليوم كذلك كانوا زوارنا من وزاره السياحه، وكيل وزير السياحه كان حاضر معنا، رئيس هيئه السياحه كان حاضر معنا الافتتاح. بالتالي هي منظومه سياحه عامه، يعني كانت سياحه دينيه او ترفيهيه او اثاريه. انا حقيقه يعني همي من هذا الموضوع هو ان اكون اوضع سوق العراق على منصه صحيحه. بالتالي اليوم ماكو اي عمل يكون اذا ما تكون لقاءات ثنائيه. يجب ان تكون هناك تفاهمات ثنائيه بين الشركات، يجب ان تكون هناك تنافس بالاسعار، يجب ان يكون هناك التسارع والتسابق حول البرامج الجيده. وبها طبعا كثير من الامور نتكلم بها
بالتالي يكون عندنا سوق كبير ويمتلك عدد كبير من الشركات ممكن يخدم البلد ويخدم المحتوى العراقي. باذن الله. اليوم لو بدنا نحط ايدنا على مثل ما نقول الوجع، او خلينا نقول على شلون ممكن ان احنا نحسن في بعض الامور، وين تشوف الصعوبات او المعوقات اللي تواجه اي شركات اللي تحاول ان هي تسوي مؤتمرات او معارض في العراق وتنشط هذا النوع من انواع السياحه؟ يعني هو استاذ محمود، تنظيم المؤتمرات هي حاله صحيه وحاله متطوره بكل بلدان العالم. اليوم اي جهه او اي منتوج لما تيجي تسوقه يجب ان تسلك طريق المعارض، وهذا تعلمناه من مشاركاتنا بمعارض عالميه كانت سياحيه وكانت في حج العمره. اقتبست هذا السوق اللي ازوره دائما في اوروبا وفي الدول العربيه، هذا اللي خلاني انظم معارض العراق. خلاني انظم واجهه السياحه بالعراق. اعتقد وحسب اللي يعرفونه والخبراء قدرنا نخلي ولو بصمه بسيطه في مجال السياحه بالعراق. فتحنا بعض المحطات. لا بس سؤال، كل عمل به صعوبه، كل عمل به صعوبه، وكل مشروع به صعوبه، لكن اليوم الاصرار على انه تكون انت مقتدر حتى توصل الى فكره انت رصينه. طبعا تلاقي صعوبات، تجاوزنا كثير من الصعوبات والحمد لله طورنا عملنا. هاي السنه العاشره ان في موضوع تنظيم المعارض، لله الحمد وصلنا مرحله عاليه في المنطقه في الشرق الاوسط في تنظيم معارض. يعتبرون حسب الشركات المشاركه، طبعا يعتبرون ملتقى العمره العراقي من الملتقيات الاولى على مستوى معارض العمره بالعالم، اللي هي تقريبا 9 معارض. بس اليوم لو احنا نقول نريد نشوف الصعوبات، نقول 1 2 3 نحاول ان احنا نتجاوزها وبالامكان تجاوزها، لو كان سواء في بالشراكه مع الحكومه، بالشراكه مع القطاع الخاص، لكن دائما في صعوبات معينه. هو ما اعتقد، يعني على سبيل المثال التاشيرات. يعني التاشيرات هي طبعا مرات نلاقي بها تاخير. يعني مثلا احنا اغلب الشركات اللي تعرف متاخر بالمعرض، تعرف انت مو كل شركات المملكه نقدر نوصل لها، اعداد كبيره وهائله، لكن يعرف متاخر قبل يومين ثلاثه لا مشكله، راح نعاني. يعني التاشيره تاخذ اسبوع الى 10 ايام مرات بسبب العطل، وهذا يحيل بينه وبين حضوره للعراق. طبعا تدرون انتم دول الخليج لها منصه وفيزا تدخل خلال 24 ساعه، الاتحاد الاوروبي كذلك، لكن باقي الدول العربيه. وان شاء الله بالمستقبل القريب الحكومه تنظر بهذا الموضوع ويكون تطور اكثر في مجال التاشيره. التاشيره عامل مهم لحضور المعارض والزيارات وعمل المجامع السياحيه، انا اعتبره عامل مهم جدا. كلما كانت التاشيره اوسع لبلدان كلما زادت الاعداد ان كان الانكم او الدوله. خلينا نقول، خلينا نختتم لقاءنا برؤيتك او الاستراتيجيه، او شنو تشوف الرؤيه للملتقى العمره ومؤتمر ومعرض السياحه العراقي؟ طبعا انا افصل بين هذين المعرضين. يعني معرض او ملتقى السياحه العراقي له خصوصيه، وملتقى العمره العراقي له خصوصيه. كون هذا ملتقى العمره العراقي معني بشركات الحج والعمره، ومعني في المملكه العربيه السعوديه بالتحديد، باعتبار المدينه المنوره وبيت الله الحرام في المملكه العربيه السعوديه، بالتالي شركاتنا تفوج، فهو معني على خط معين واحد واختصاص واحد. ناهيك عن موسم العمره 11 شهر بالسنه، موسم كبير جدا، بينما تاتي الى موسم السياحه و3 اشهر بالسنه. 3 اشهر، هذا له خصوصيه، هذا له تنظيم، هذا له عمل، فكل واحد مختلف عن الثاني. نظرتي طبعا اطمح للاكثر، اطمح ليكون معرض السياحه وملتقى السياحه العراقي واضع خطط استراتيجيه للمستقبل، حقيقه لتطور اكثر واكبر اكثر ان شاء الله، اللي ممكن يعتبره الاول بالمنطقه. طبعا احنا موجوده معارض الدول المجاوره، دول العربيه كثيره ان شاء الله. في موضوع السياحه يحتاج دعم، حقيقه دعم وزاره الثقافه والسياحه وهيئه السياحه، دعم اكبر من اللي موجود. ونحتاج هيئه السياحه تدعو الشركات العربيه والاجنبيه وخصوصا الاتحاد الاوروبي، باعتبار هم شركات الاتحاد الاوروبي ترغب في الوصول الى بغداد واثار العراق بالتحديد. وهذا معالم العراق تعرفون
عمرها آلاف السنين قبل الميلاد. وبالتالي يعني من خلال منبركم احتاج دعم وزاره السياحه والسياحه في معرض السياحه العراقي ومنطقه السياحه العراقي بطريقه اكبر. خصوصا احنا قاعد نشوف يمكن في الدول المجاوره جميع معارض السياحه فعلا فيها دعم حكومي، لان اي معرض سياحي يكون هو واجهه البلد سياحيا. يعني اليوم انت مثلا هو لا زال بالمناسبه لا زال الاعلام الاصفر يحاول يشوه صوره العراق. وجنابك انت جيت اول مره العراق وشفت بغداد وشفت العراق وشفت اهل العراق. يعني بغداد عامره باهلها والعراق عامر، والحمد لله يعني وفود تجينا وشخصيات تجينا. لكن بعض الاعلام المغرض يحاول يضع صوره سوداء للعراق. احنا من خلال نحاربه من خلال المعارض والملتقيات في استقطاب الشركات العربيه والسياحيه الى العراق. بالتالي ارجع واقول لك لما احتاج دعم هيئه السياحه او وزاره الثقافه والسياحه بدعوتها للشركات العربيه والاجنبيه من خلال الوزاره، من خلال ممثليهم اللي السفارات الموجوده. الحكومه اليوم من تدعو مو مثل القطاع الخاص من بالتالي راح يكون حضور اكبر. لما يكون حضور اكبر راح يكون دخول اعداد اكثر، وبالتالي يكون نجاح اكبر. باذن الله بالتوفيق يا رب استاذ وليد، وان شاء الله يا رب نشوفكم من نجاح الى نجاح. شكرا جزيلا. تشرفنا بلقائكم ونورتوا بغداد. نوركم ان شاء الله، وباذن الله لنا لقاءات.